جوليا ستيوارت أجدع واحدة انتقمت من مديرها لما وعدها بترقية وطلع بيضحك عليه. جوليا كانت رئيسة شركة أبل بيز في وقت أبل بيز كانت بتخسر ومنهارة، وبعد كل المحاولات لإنقاذ أبل بيز السي او لعب ورقته الأخيرة وراح قال لها لو أنقذتي الشركة من الانهيار هتاخدي الكرسي بتاعي وتبقي انتي السي او. وعد طبعا لازم يتصدق. جوليا ما كانتش بتنام وبدأت من الصفر بفريق جديد تماما، غيرت المانيو وركزت على الكواليتي وعملت كامبينز قوية جدا، والنتيجة أرباح انطلقت والأسهم تضاعفت والشركة رجعت تاني اون تراك وأحسن. وجوليا راحت للسي او وقالت له أنا وعدت ووفيت، جه دورك. بس هو طبعا كان رد حظ سعيد المرة القادمة، لا هتكوني سي او دلوقتي ولا بعدين، يعني في الآخر في المشمش. جوليا حست بخيانة رهيبة واللي عملته في الآخر كان مفاجأة. قررت تمشي وتروح اي هوب، شركة منافسة لأبل بيز. اشتغلت هناك سنتين وطبعا عملت نجاحات رهيبة، وبعدين اقترحت على اي هوب انهم يشتروا أبل بيز. اي هوب acquired أبل بيز بأكتر من 2 مليار دولار. مش هينة جوليا. وبعد الإعلان جوليا رفعت التليفون وكلمت السي او وهو كان مستني المكالمة دي، وقالت له احنا دلوقتي شركة واحدة وعندنا 2 سي او، فأنا دلوقتي مش محتاجة، باي باي. اعتقد ده كان اقوى رد لجوليا. قولولي لو كنتوا مكانها كنتوا فعلا خدتوا موقف زي ده ولا قعدتوا وقلتوا يلا هنعمل ايه؟ Let's Nova Mind.